زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد. ومع عبد الحميد مفيش مستحيل، واي حاجة ليها تعديل. ده طبعا الماوس بتاع الاي 60، بدأ من 2005 لحد 2010. تمام. هي العربية دي 500 بي ام دبليو. تمام. و اللي انا بقطع منها ديت، هو الراجل جايب لي الحتة الابانوزة مقفولة وعايز يركب فيها الماوس. انا كنت عامل ده قبل كده بس في اي 90. هنا قطعت المكان بتاع الفريم. تمام. عايزين نركب دي هنا، ولا كأننا عملنا حاجة. عايزين نفهم ده مع بعض. طبعا بيكون انتمونيا تحت اهي، وبعد كده فوقيها طبقة الخشب، وبعد كده فوقيها طبقة الابانوز. تمام. كل ده طبعا بيتعمل دلوقتي، وبنعمل ابانوز دلوقتي، وبنعمل كل حاجة. بس انا حابب اعرف الناس ازاي لما تيجي تفكر في فكرة او تعمل تعديل يكون صحيح 100%. ولما اوريك التعديل اكنك ما عملتش اي حاجة. ليه بنعمل كده؟ ما نجيبها جاهزة زي ما الناس بتقول. هي مش موجودة اصلا، الفيس ليفت مش موجودة، ولو موجودة مش ديركسيون شمال. يعني هنعمل نفس الفكرة دي. طيب، الاضافة الاخرى ان انا بضيف للناس الحاجة ازاي هتتعمل، وازاي احنا طبعا هنا شغالين في بي ام. يعني قصدي ان احنا اي عربية بي ام او غير بي ام، احدث او اقدم او الكلام ده كله، لازم نلاقي لمشاكلنا حل. وطبعا بتمنى من كل الناس الجميلة وكل متابعينا المحترمين انه يعلموا ولادهم، يخلي ولادهم يتفرجوا. والكبير والصغير بيحب الحاجات دي. اصلا الحاجات دي محبوبة، اللي هي التعديلات، اللي هي الاختراعات، اللي هي بترجع القديم جديد، الكلام ده كله. طبعا انا بعرض الفيديو ده عشان كل اخواتي وكل حبايبي وكل اصحابي في كل دول العالم يستفيدوا من الافكار وحل المشاكل. احنا النهارده مش بتوع فايبر، عشان بس بعض من الناس تقولك انت بتاع فايبر. انا ماليش علاقه بالفايبر اصلا، وما بشتغلش في فايبر. انا بتاع قطع غيار بي ام، واللي احنا بنعملها دي ابتكارات، ومادة اللحام احنا اللي عاملينها. وايضا بنحاول نتعاون مع الاخر. ودايما بقول في كل فيديوهاتي ما تجيبليش حاجه انا مش عايزك تيجي تصلح عندي. انا بعرض الفيديو بحاجته، بمشتملاته، بطريقته، بحل المشكلة عشان حضرتك تستفيد وتعمله انت. انا ما عنديش مشكلة صعب عليك، تعال اعملها لك، مفيش مشكلة. الاضافة الاخرى ان ده بعمله بنذيعه كده عشان في ناس في دول بعيدة وفي ناس في بلاد بعيدة مش هتعرف تجيلنا، فياخدوا الفكرة. ولما يحاول مش عيب، لكن المهم انه ما يكونش عنده مشكلة. بس برضو لازم المحاولة والطريقة بطريقة احترافية. واهم حاجة في الموضوع تطول بالك، طولة البال، التركيز العالي، الحب للشيء. اتكلمنا في النقط دي قبل كده كتير، ودايما دي عناويننا. اهم حاجة الاتقان في العمل، الصبر، تمام، الفينش العالي والجودة العالية. ده مهم جدا. الاضافة الاخرى ان احنا لما بنيجي نركب الحاجة ما ينفعش تاخدها من زاوية واحدة، لازم من كل الزوايا. الزوايا عبارة عن ايه؟ يعني تعمل حساب الزمن وعوامل الجو والحرارة، وتعمل حساب الفك والتركيب. دي ليها عدلة وهي بتركب، عشان بس بنراجع مع بعض. تعمل حساب الفك والتركيب، لأن ممكن يبقى في مشاكل في الكهرباء ودي تتفك وتركب كذا مرة حساب الصنايع الآخر. وتعمل حساب اللي هيشتغل وراك بتاع الدوكو، أو اللي احنا لما نيجي نعملها أبانوز ترجع زي الفل، ولا تطقطق ولا تتخربش ولا تتجرح. يعني لازم يكون اللحام سيفتي 100%. تمام، مش 100% بس. الإضافة الأخرى إن الحتة دي معرضة لدرجات حرارة عالية، لأن اللي تحتيها الفتيس. بس طبعا درجات الحرارة والفتيس اللي تحتيها ده هو في عوازل تانية تحت. في الأسفل في عوازل كتير، عازل من تحت العربية خالص، وبعد كده عازل الدواسة دي عازل يا جماعة لحسن الناس تفتكر إن هي دواسة دي مكت من العلوي، وتحت منها فل السفنج. الأول في فل أبيض وبعد كده سفنج، وكل دي عوازل لحسن الناس بس تفتكر إن دي دواسة وخلاص. زي البعض يجيب لي عربية على الصاج ويروح يعمل لي دواسة عند السروجي وفاكر إن دي كده دواسة، وبعد كده يقول لك الحرارة ومش عارف أشغل التكييف وحاجات من دي. يعني بضيف للناس كل حاجة. ده بيكون ليه عدلة وبيركب.
تمام. لازم تعدل عدلة الزراير دي، ما تركبش في كل الاتجاهات بالنسبة للماوس. تمام، بيكون ليها اتجاهات معينة. الإضافة الأخرى إن زي ما حضراتكم شايفين كده احنا بنفضل، أنا ممكن أقطع أعلم، حد يقولك علم واقطع، وبعض من الناس يقولك حط ورقة واعمل. اوعى تفتكر إن أنت هتحط ورقة تديك البرجة المظبوط، مفيش حاجة اسمها كده. أما بقى الكلام ده لو على CNC وأنت واخد مقاسات ومظبوطة، هتقطع الحتة دي زي الفل. ولكن احنا موضوعنا مش في القطع واللحام والتركيب، على اي وضع هي هتطلع معانا بأمر من الله كويسة. وبنعمل حساب كل حاجة، وهنشرح مع بعض واحنا شغالين في الفيديو احنا بنعمل ايه. اما للحام فهو اللحام سيفتي ومية مية وزي الفل. اما بالنسبة للCNC ينفع تفتحها على CNC، بس عايزة برضو اللي بيرسم واللي بيعمل الكلام ده كله ويظبط البرنامج ده يكون فنان عالمي، دماغه حلوة جدا. بالإضافة إلى إن إحنا لما نيجي بقى بعد كده قطع على CNC هنرجع برضو لنفس الفكرة، إن إحنا محتاجين نلحمها ونركبها ببعضيها. تمام. البعض يقولك مثلا الحمها ألمونيا، هي مش ألمونيا، دي أنتمونيا. أول ما بتحط عليها لمبة اللحام أو المكنة بتسيحها. تمام، دي حاجات ما بتلحمش كده، ملهاش مادة لحام أصلا يعني، ولا أرنديل بقى ولا غيره، لأن إحنا محتاجين ناخدها إزاز، اللي هي بعد كده البوياجي لما يجي يشتغل ويمعجن سنة المعجون الفايبر المرن ويرش، هي بتبقى شعرة بسيطة قوي، تبقى تمام. لا انا ما بخلوش بقى يعمل معجون، لغيت انا موضوع المعجون. ليه؟ لانه بيطقطق وبيشقق وبيفلق وحاجات كده، فبقيت اتعب في الشغلانة اكتر شوية بايدي، بصنفر بايدي، وده هنشوفه في الاخر، بحيث ان اديها ازاز على سنة الفيلر والرش على طول. او العكس، ممكن بعد ما تاخدها مني مفيش تمويجة بتعريفة، مفيش تمويجة خالص، تاخدها مني تروح تلزقها الكربون، او تلزقها اسود، او تلزقها فضي اي لون انت عايزه، او ايضا تسقطها في حوض تطلع اللون على طول متجهزة جاهزة. مخليش حد يجهز عشان ما يبوظش شغلنا ونرجع نقول الشغل مش مظبوط. يعني ممكن يكون انت بتدي شغلك لحد هو بيبوظ وراك، يعني انت تبقى مديله كويس هو يبوظ، فانت لازم تديله نمرة واحد عشان ما يعملش حاجة، ما يمدش ايده على حاجة اصلا. تمام. وفي كل الاحوال الشاطر بيشغل وراه الصنايعية الشاطرين، وبيتعامل مع الناس الشاطرة، لان اللي خلاه شاطر ان هو دماغه حلوة، فايضا مش هيعمل عند اي بوهياجي عشوائي. زي ما انا كنت الفترة اللي فاتت عملت كده مع بوهياجية معينة بوظولي الشغل، لان انا مش هعمل كل حاجة. يعني انا بقعد ارش بايدي، وانا اللي بظبط بايدي، وانا اللي بطلع الشغلانة زي ما انتوا بتشوفوا كده. لكن لو شغلانة صغيرة بنجزها انا بسرعة، ولكن عشان ما اعطلش نفسي بعمل حاجات، والبوهياجي برضو بعلمه حاجات يعملها حباية وهكذا زي ما بقول في الفيديوهات. وفي الاخر بعد ما بيفهم شغلي ويتعلمه خلاص بسيبه ويشتغل بقى. بس في بقى طبعا برضو اللي عايز فلوس فبينتج بسرعة فيبوظ لي شغلي، ارجع اعيد على الشغل تاني في حالة ان هو صنايعي خارجي يعني بعيد عني. ده اللي كان حاصل معايا الفترة اللي فاتت، رشيت عند حد كده وهو كان اللي يهمه الفلوس فبينجز الشغل، فده مش صح طبعا. لا، الشغل لازم تاخد حقها وتطلع كويسة وزي الفل. هنا احنا بنبني الفراغات اللي كانت معمولة. على فكرة يا جماعة بالمناسبة، هما كانوا جايبينها لي مقطعة من الاول ومقاطعين فيها عشان عايزين يعدلوا يعني، وما عرفوش فراحوا جايبينها لي. تمام، فطلعت لكم انا الشغل ده. هنا بقى في حواف في الجناب كده لازم تبعد عنها، لان دي بتخش في الكونسولة او دي للكونسول يعني، بتنزل عليه مشقبية. فانت لو ما خدتش بالك من الحتة دي وعليت منك عمر دي ما هتظبط في مكانها. طبعا الحمد لله ده احنا تخطيناه، بس انا بشرح للي بيشتغل. شايفين انا باخد الموضوع بفن ازاي، وممنوع الامير يسرح منك على الشفف الداخلية، هيفرق في الماوس لما يجي يركب. وبدل ما تقعد تصنفر وتقعد تنظف تاني، لا حافظ شوية واشتغل بالامير ده بفن، لان الامير بيسرح بيجري. فدايما احنا طبعا من التعود خلاص فاهمين ألاعيبه، فما بيعرفش يجري معايا كده ولا كده. بالإضافة إلى موضوع الصبر إن أنا ببقى صبور على الحاجة جدا وبتعامل بدقة. وبعدين ما فيش حاجة اسمها تحط بودرة كميات اللحام، مادة اللحام دي تحطهاش كميات، لا، هي بنحط سنة
وسنة امير، سنة وسنة امير مباني عشان الحاجة تطلع مظبوبة. والصب هنا هو مضاد للحرارة، تمام، وعوامل الجو والكلام ده كله، ولحام 100%، ويندمج مع اي مادة. فبر على بلاستيك، بلاستيك على ألمونيا، ألمونيا على حديد، حديد على قماش، أي حاجة في بعضها، كرتون، في عتب رابر ما بيلحمش لا بفايبر ولا ببلاستيك، برضه بيلحم بالمادة دي. كل حاجة بالمادة دي. البدائل بتاعتها قلتها قبل كده: برادة تيل، برادة حديد، ممكن برادة نحاس، أيضا فل سجاير، طفي سجاير، قطن، اي قطع فيها مرونة ممكن تتفاعل مع الامير، تمام. ودول برضو بيتفاعلوا مع بعض في انطباق المادة. ده انا بتكلم طبعا البدائل عشان الناس البعيدة واللي في الدول البعيدة. الاضافة الى ان اي حد محتاجها في اي مكان بيقول لي ببعتها له. والحياة مش فلوس، الحياة في رضا النفوس. احنا مش فارق معانا موضوع الفلوس. وانا بقول للناس كلها في كل فيديوهاتي انا بتاع قطع غيار، يعني مش لازم تجيني تصلى عندي. واحد يقول لك بتاع الفايبر، فايبر يا سيدي، انا ماليش علاقة بالفايبر. هو مش بتوع الفايبر دول ناس وحشة، ده ناس زي الفل، مش بغلط في حد. ولكن قصدي يعني اقول لحضرتك انا مش بتاع فايبر، ده ما يسماش فايبر. لازم نبقى عارفين كل مسمى بنسميه يا جماعة. وانت ما غلطتش فيا يعني، ده انت بتقول لانك هو ده المتواصل للعقل عند حضرتك. ولكن برضو على راسي طبعا، وتحياتي لكل الناس الجميلة. وكل سنة وانتم طيبين وأيامكم مباركة، وربنا يجعل كل لحظة تعدي عليكم سعادة واستفادة وصلاة وعبادة إن شاء الله. كل حاجة حلوة بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده، احنا هنا بنظبط بقى عشان الحوافر الصغير اللي هشاور عليه دلوقتي. وهقول لك ان ده ليمانيوم لازم يجي على الكونسولة مظبوط، وما ينفعش عالي ولا واطي زي ما انتم شايفين. والمفروض نعمل قواعد، فك ورباط، قصة كده لذيذة. بس انا بستمتع بالشغل المعقد وليس الشغل السهل. يعني الشغل السهل ده اللي يفكر فيه هيعيش حياته كلها سهلة، تمام. فاحنا مش موجودين عشان نعيش وندور على السهل. دايما الصعب بعديه حاجة حلوة. يعني اللي بيروح يلعب جيم ده بيتعب قوي بس بعد النتيجة حاجة حلوة. اللي بيشتغل كتير بيتعب قوي بس النتيجة في الاخر حاجة حلوة. ودايما ما تريحش نفسك، لان خلق الانسان في كبد. كبد ده تعب ومشقة وغير ذلك. ما تفتكرش ان انت جاي ترتاح هنا، انت جاي تعمل مجهود عشان في الاخر تطلع بنتيجة وتتكل على الله. نفس الكلام اللي بيروح شغله بيعمل مجهود يطلع بنتيجة وياخد السالري بتاعه في الاخر ويتكل على الله. وايضا بعض من الناس بتستسهل. اللي يستسهل ده يستسهل في كل حاجة، مش بس في اي امور حياته هيحبها سهلة. رايح يجيب لبس مش هيجيبه من بعيد عشان مشوار، فيجيبه غالي من جنبه وخلاص، بيستسهل. نفس الكلام عايز يعمل عربيته ميكانيكا صح، فيروح عاملها عند واحد جاره قريب عشان مش لسه هيروح الحرفيين او يروح مكان اخر فيستسهل. مش عارف ايه فيستسهل. فقصدي يعني اللي بيستسهل ده عمره ما يوصل، سواء صنايعي او صاحب سيارة او اي بني ادم خلقه ربنا. ما تستسهلش، دور على الصعب هترتاح. طول عمره الصعب بيريح، وطول عمره الحقيقة هي احسن حاجة مع انها صعبة، تمام. هنا انا بصنفر بايدي اهو زي ما قلت لكم عشان اجهز وادي للبوهياجي على الجاهز، او اللي هيلزق على الجاهز. مفيش بقى لا خرابيش ولا تمريع ولا اي حاجه. وهدي لك ازاز في الاخر. وطبعا بديكوا وش بوهيه مبدئي عشان لو في اي دفوات هتبان قدامكم اعرفكم ان شغلي ازاز من غير معجون، ده الجديد. وزي ما قلت لحضراتكم ان دايما تدور على الصعب. شوف ايه الصعب كده، تعال نقيسها مع بعض. هتلاقي اي صعب نهايته حلوه. اشتغلت شغل متعب كتير قوي نهايته هتاخد فلوس كويسه. في واحد يقول لك انا بشتغل وبتعب وما اخدش فلوس كويسه. لا، انت مش عارف تنظم نفسك. بس انت لو تعبت زياده شويه بدل ما تشتغل عند الناس هتفتح مشروع صغير لنفسك وهتتعب اكتر بس هتدخل فلوس اكتر وهترتاح، طالما هي الحياه انت بالنسبه لك مثلا فلوس. لكن عايز اضيف تاني معلومه بالنسبه للناس اللي بتدور على المبالغ العاليه او الفلوس. اوعى تفتكر ان انت هينوبك الا نصيبك. مش هينوبك الا نصيبك. زي ما انتم شايفين طلعت ازازه وزي الفل، هوريكم في الاخر. والصنفره بره وجوه، فنش كله، ما تفنش حاجه معينه. خلي اساسك
يرضي كل ناسك زي ما انتم شايفين. فقصدي حضرتك ان انت دور ان انت تعيش حياتك سعيد، افضل اتعب وفكر. وزي ما قلت لكل الناس المحترمة، شباب او كبار او غير ذلك، يعني اللي فاتوا الميعاد فاتوا، ولكن عايز اقول انت مش تاخد اكتر من نصيبك. لكن الدنيا يا جماعة ملعب كورة، اللي ما ينزلش، اللي ينزل في اول، اللي ما يجيبش جون في اول الماتش مش هيجيب جون في اخر الماتش. يعني اللي ما يجيبش جون في اول 5 دقايق ما يسألش في اخر 5 دقايق. يعني ممكن انت نازل في اول الماتش بصحتك، رجليك شايلاك، دنيتك كويسة، انزل جيب جون على طول، اجري 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 لحد ما تجيب جون. في نهاية الماتش انت هنكت وخلاص، ممكن يجي جون بس بالبركة، لكن المقصود من الاجوان هو في بداية الحياة. حتى ده في العبادة وفي كل حاجة. يعني اللي بيعبد ربنا وهو شاب كده ليه حسنات كتير جدا، مش هو كبير، ده هو شاب. ليه؟ في ايام شبابه وفي عز ما هو شاب وممكن يلعب ويجري ويمشي ومحبوب وشباب وي هو بيعبد ربنا وبيجاهد مع ربنا. فربنا يجازي خير، وربنا يجازينا كلنا خير ويجازيكم خير. هنا بقى الحواف وكل حاجة مظبوطة انا شاورت عليها، والماوس في مكانه مظبوط. ومش ده الماوس يا جماعة بتاع الراجل، ده ماوس انا بعمل بيه دايما تيست، واللي انا بجلخها دي الاعداء الفريم. الماوس ده بيركب في فريم، فانا بظبط الكلام على الماوس العادي وبعد كده اركب لكم الماوس السليم، وفي الاخر هتشوفوا الشغل. دايما انا بتكلم على الحواف اهو عشان فك وتركيب وكل حاجه في مكانها تبقى مظبوطه. اتمنى طبعا كل الناس تبقى سعيده وكل الناس تشوف حاجات جديده ودايما الحاجات تبقى مفيده. فانا عايز اقول لكم ان يعني انا بحبكم. فالمهم زي ما انتم شايفين كده ان احنا نقعد ودان بقى عشان يبقى فك ورباط، بس لازم بالسنتر. الموضوع هنا لازم يتسنتر شوية، وكل تعديلة لازم تبقى جميلة حتى لو كانت مستحيلة. فمفيش حاجة اسمها مستحيلة، احنا ما عندناش الكلام ده. ودايما بقول للناس يعني ما تقولش ده ما ينفعش، كل حاجة لها طريقة، كل حاجة بأمر من الله لها طريقة. انما ما تقفش في مكانك وتقولي اخري كده. يعني ايه اخرك كده؟ هي الحاجة نفسها ملاش اخر، انت اخرك كده ازاي؟ فما تقولش اخري كده. ان شاء الله لكل مجتهد نصيب. تعاون وحاول وربنا يكرمك، وخلي عندك امل. والفشل نجاح، الفشل اساس النجاح. ممكن تعمل حاجة وتفشل، ملناش دعوه بالناس البروفيشنال اللي هو ربنا بينعم عليها بتكون فنانين من الاول، عنده موهبة من الاول. لا، كلنا عندنا موهبة، انت كل واحد عنده موهبة بس في حاجة معينة. والمخ ده زي الكمبيوتر مليان بارتيشنات، افتح البارتيشن اللي انت عايزه ونميه هتبقى على اعلى جودة. وبدليل ان واحد مش مولود اهله مغنيين وطلع مغني، ممكن ميبقاش عنده موهبة ويغني. ومثلا ممكن يبقى حضرتك مش راجل شيخ ولا حاجة بس حبيت الدين ودرست الدين فطلعت شيخ. وايضا العكس، ممكن تبقى انت راجل ما بتشربش سجاير، طلعت برنامج السجاير والنيكوتين ورحت شارب وفضلت لحد ما بقيت خبير في شرب السجاير. وهكذا على كل وضع. يعني مش قصدي حاجة معينة، ولكن المخ مليان بارتيشنات. طلع بقى بارتيشن الاختراعات هتخترع، طلع بارتيشن الفن هتفن، طلع بارتيشن الغنى هتغني. يعني قصدي كل بارتيشن هتطلعه وتاخد فيه كورس هتطلع زي الفل. يعني انت مش مولود تحافظ انجليش، روح خد كورس في الانجليش هيتسجل على المخ البارتيشن بتاع الانجليش هيطلع يروح متكلم انجليش. عربي نفس الكلام، كل حاجة نفس الكلام. انا هنا برش علشان اوريكم تيست كده من غير معجون، وبعد كده لسه هي ترش للجهاز اكتر من كده، بس انا بديكم تيست سريع عشان اعرفكم شغلنا طلع زي الفل، ولا اي موضوع ولا اي مكان للكلام، وهيبقى فك ورباط. وزي ما انتم شايفين معانا دايما واصلين وللأحسن ان شاء الله، مفكرين، وان شاء الله اللي جاي احسن واقوى. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا هنا بقى نشوف واحنا بنقفل. هي مبدئيا مفيش معجون ولا في اي حاجه، هو رشيت الرش اللي هو بيسميه من وجهه نظري عشوائي، لكن انت هي طالعه 10/10 اهي. بس لا، في تجهيز اعلى من كده، ممكن اعملها بتلمع بقى، اعملها مط، اعملها زي ما انا عايز. هنا شلنا الماوس البايظ بقى، نركب الماوس الجديد. يلا بتاع الزبون، يلا بينا نقفل المكان، الحاجه في مكانها، نقفل. يلا فك ورباط ما شاء الله ولا فرق
ولا اي حاجة، وهنشوف في النهاية ازاي كملنا الحكاية. واسف طبعا لو طولت عليكم، سامحوني، وانا لو بتكلم عشان افيد كل اخواتي وكل حبايبي في كل مكان وفي كل دول العالم. هنا فكينا وربطنا وبألان كي اوريجينال زي الاوريجينال بالظبط، مفيش حاجة الا انها اوريجينال، حتى التعديلة اللي انت بتعدلها تبقى اوريجينال. سامحوني لو الفيديو طال شوية، سامحوني لو الكلام كتير شوية، بالاضافة الى ان انا عايز اقول ان فيديوهاتنا فيديوهات طويلة عشان دي قناة تعليمية مش اكتر ولا اقل. احنا هنا قناتنا قناة تعليمية عشان الناس تستفيد والناس تسمع، والمدرس من اول ما بيخش الفصل لحد ما بيمشي هو بيتكلم بس، عشان اسمه معلم مش اسمه رغاي، اسمه معلم. فده مش عيب ولا حرام، وكلنا بنتعلم من بعض، وبعضكم فوق بعض الدرجات. فربنا اللي خلقنا كده، كما تعلمت علم، وربنا يا رب يعلمنا ويعلم بينا ويكرمنا ويكرم بينا. واتمنى كل الناس في احسن حال، وبشكركم كلكم وانا بحبكم، واللي جاي احسن واقوى ان شاء الله. صنع فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة، وتقولوا لنا رأيكم. وكل سنة وانتم طيبين ومع بعض متجمعين، وان شاء الله يد واحدة ونكون كويسين، وربنا يكرمنا اجمعين. وكل سنة وانتم طيبين، اللي جاي احسن واقوى، والى اللقاء، تحياتي للجميع.